أهل خولان تأخروا في دفع الزكاة. خولان الطيال، فقال لهم أنا عندي 80 رهينة، أنا أتقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف إذا متيتها. فما صدقوا أنه عينفذ، قالوا مش معقول أنه عينفذ هذا الكلام، فما أعاروا لهذا الكلام اهتمام، قالوا هو عبارة عن تهديد. ما فماذا فعل؟ هؤلاء الرهائن أطفال دون سن الحلم، قطع يد ورجل، يقطع اليد الشمال والرجل اليمين، ولا اليد اليمين والرجل الشمال، ل80 شخص من خولة الرهائن اللي هم الرهائن عنده، يعني عاد أشد حرمة من الأسرى. قطع رجلهم وأيديهم، فعلموا خولة، فقاموا خولة ثاروا، فهجم عليهم بجيش، طحنهم طحين، هتم دورهم عليهم، وهتم آبارهم ودفنها، وقطع مزارع العنب، وقطع اللوز، وأهلك الحرث والنسل، وقتل منهم الكثير، وبقوا 300 أسرهم أسر. 300 قطع أرجلهم وأيديهم، يعني من خلفهم خلف، وقطعهم. ولك أن تتخيل كيف يعيش آدمي مقطوعة يد ومقطوعة رجل. هذه الجريمة الثانية، هذه جريمة واحد فقط، هذا واحد. هذا ما ذكره التاريخ، هذا مش كلام من راسي، مش كلام من هانا، هذا كلام من؟ هذا كلام حفيد المطهر شرف الدين، حفيده اسمه عيسى ابن لطف الله ابن مطهر شرف الدين، في كتاب روح الروح. وقرأوا التاريخ، قرأوا التاريخ يا أهل اليمن ويا أهل السعودية، اقرأوا تاريخ اليمن. الجريمة الثالثة، حصلت هذه الجريمة في محافظة المحويت في مديرية الطويلة. في مديرية الطويلة ثار على الظلم والاستبداد الشريف صلاح بن أحمد ومعه 120 شخص، وقاموا سيطروا على حصن الطويلة. فعلم المطهر فنزل بجيشه إلى الطويلة، وصل حاصرهم وطوق الحصن. فلما اشتد عليهم الحصار ما قال لهم، قال انزلوا وانتم في وجهي، في وجه السيد